كتابنا النهارده لاي حد مهتم بالماركتينج، ازاي بعض الشركات بتتحكم في سلوك العملاء وتخليهم مش بس يستخدموا منتجاتها، لا كمان يدمنوها. تخيل معايا انك صحيت من النوم وفتحت واتساب تشوف لو في حد معبرك، بعدها جه في بالك سؤال كوني: ليه انت عندك عاده انك تستخدم واتساب بالادمان ده وانت عمرك ما شفت له اعلان واحد؟ اسمح لي اقول لك يا فواز انك هوكت. يعني ايه؟ هقول لك، بس اسيب عندك شويه فضول وتعالى الاول نعرف يعني ايه عاده. علماء النفس بيعرفوا العاده على انه سلوك بتعمله سواء بوعي قليل او من غير وعي، والمثال المشهور عليه السواقه. انت مش محتاج تفكر انت ازاي بتسوق زي اول مره، والمنتجات اللي بنستخدمها بشكل مستمر بتتحكم في تصرفاتنا وبتكون عندنا عاده بالطريقه اللي البرودكت ديزاينرز دول عملوها. ازاي الشركات عن طريق ابلكيشن بتستخدمه بيتحكم في دماغنا، زي انت لا اراديا بتفتح التليفون اول ما بتسمع نوتيفيكيشن. ازاي الشركات دي خلتك هوكت او بقى عندك عاده ان انت تستخدم المنتجات بتاعتها لدرجه الادمان. نير ايال في كتابه هوكت بيقول ان المنتجات الناجحه هي اللي بتعرف تجذب العميل وتخليه يستخدمها بشكل تلقائي، وبتبقى جزء من روتين يومه، حاجه كده ما يعرفش يعيش من غيرها، وبتخليه يستخدمها من غير ما تعتمد على الدعايه المكلفه او الماركتنج. وده بيتم عن طريق ما يسمى بالهوك موديل، 4 مراحل الشركه بتعملها عشان تخلي المنتج او الخدمه بتاعتها عاده عند العميل، وهما التريجر، الاكشن، الفاليبل ريورد، والانفستمنت. نيجي لاول واحده، التريجر. تخيل انك قاعد مع صاحبك في القهوه اللي انت على طول بتكسبه في الدومينو، بس المره دي كان هو اللي كسبان الجيم، فلقيته راح مطلع التليفون وبيصور وطلع بيستريك عشان يشير على السناب. ايوه بتكلم عليك يا احمد. السؤال هنا، ايه اللي خلى صاحبك يصور؟ الاجابه هي التريجر، وهو اللي بيحرك اي فعل او الشراره اللي بتبدا اي عاده. اي عاده بتحتاج اساس تبدا بيه، والتريجرز بتوفر الاساس ده. هتيجي تلاحظ حاجات يوميه بتعملها، زي ايه اللي صحاك بدري، او ايه اللي خلاك تغسل سنانك، او ايه اللي خلاك تفتح فيسبوك وتتفرج على الفيديو ده مثلا. التريجرز ممكن تكون حاجات ظاهره زي ان المنبه اللي صحاك، وممكن تكون اشاره داخليه زي احساسك بشكل غير واعي ان انت تغسل سنانك. ومن هنا بتصنف التريجرز لنوعين: الانترنال واكسترنال. والله الاكسترنال بيكون معاه معلومه بتوضح للمستخدم يعمل ايه، ممكن تكون في شكل اعلان مدفوع عشان يجذب انتباه الكاستمرز. والشركات اللي بتعتمد على انها تخلي منتجاتها عاده عندك، او خلينا نسميها هابت فورمينج كومبانيز، مش بتعتمد على الاعلانات المدفوعه لمده طويله. تخيل مثلا فيسبوك محتاج يعمل اعلان كل مره عشان حضرتك تستخدمه. او مثال تاني عن الاكسترنال تريجرز وهي العلاقات، ان شخص بيوصي باستخدام برودكت معين او اللي هي وورد اوف ماوث. بس الاكسترنال تريجرز هي مجرد بدايه خطوه، والهدف منها انها تتحول لنوع تاني اهم، وهو الانترنال تريجرز. لما يبقى البرودكت مرتبط عندك بفكره او مشاعر او حتى روتينك اللي انت متعود عليه، فبتكون عندك انترنال تريجر ناحيته. عكس الاكسترنال تريجرز، الانترنال بتكون حاجه انت ما بتعرفش تشوفها، بيكون دافع داخلي. في حاله صاحبك في ارتباط ان هو متعود يصور وفي احتياج ان هو يشارك لحظه معينه، عشان كده راح مطلع الموبايل اللي شايله على طول وعمل الستريك. المشاعر بتلعب دور كبير جدا في حاله الانترنال تريجرز. يعني مثلا الشعور بالملل بيدفعك ان انت تشوف منتجات ترفيهيه، الشعور بالخوف او ان ممكن يفوتك حاجه زي ذا فير اوف ميسنج اوت ممكن يخليك تفتح سوشيال ميديا. والبرودكت ديزاينرز هدفهم ان هم يحلوا المشاكل دي زي الشعور بالملل او الخوف. ولما المستخدم بيلاقي البرودكت بيقضي على شعور سلبي عنده او بيمنحه شعور ايجابي، مع الوقت بيبقى في ترابط مع البرودكت ده، ومع الاستخدام المستمر الروابط دي بتقوى لدرجه انها بتتحول لعاده، ان المستخدم بيرجع للبرودكت بتاعك في كل مره بيحس بشعور معين زي الملل مثلا. خلينا ناخد مثال عملي على الانستجرام. هتلاقي في عندك external triggers زي مثلا النوتيفيكيشنز اللي بتجيلك او شكل الايكون اللي موجوده على الشاشه، ومع الوقت وكتر الاستخدام هتلاقي تكون عندك روابط مع الانستجرام ان انت مش محتاج تشوف نوتيفيكيشن عشان تفتحه. هنا بقى في internal trigger انه تحول من مجرد ابلكيشن بيشغل لك شويه وقت، انه خلاص بقى عندك عاده ان انت تفتحه مرات كتير في اليوم. شعورك بالخوف ان ممكن يفوتك حاجه زي ان الكراش تنزل ستوري وانت ما تشوفهاش بيشتغل عندك كانترنال تريجر وبيخليك تفتح انستجرام كل شويه. مش عارف اللاف على الستوري اللي انتوا عمالين تبصوها لبعض دي اخرتها ايه؟ انت دلوقتي فهمت مشاعر العميل بتاعك وربيت عندهم التريجرز او احساس داخلي بيدفعهم ان هم يستخدموا منتجك. بس السؤال هنا، ايه اللي يخلي الناس دي تاخد اكشن؟ ما هو العميل لو ما خدش اكشن واستخدم منتجك يبقى التريجر ده ملوش لازمه. ثانيه هوضح لك عشان ممكن تتلخبط. معنى ان وجود تريجر ده مش معناه ان هو العميل يستخدم منتجك. على الانستجرام مثلا انت شايف شكل الايكون موجود على الشاشه بس انت ما فتحتش الابلكيشن. نيجي لتاني خطوه بعد التريجرز في الهوك موديل اللي هي الاكشن. نير ايال بيقول عشان تخلق سلوك ناحيه منتجك لازم يكون الفعل اسهل من التفكير فيه. افتكر ان العاده هو سلوك بيحصل سواء بوعي قليل او من غير وعي، وكل ما زاد المجهود اللي اليوزر هيعمله عشان يستخدم منتجك كل ما قل احتماليه ان هو يستخدمه. تخيل مثلا ابلكيشن شاتنج زي واتساب، بس عشان تفتحه لازم كل مره تعمل تسجيل دخول بالايميل. ده كده استخدام الابلكيشن بقى اصعب، فنسبه استخدامه هتكون اقل. ازاي بقى البرودكت ديزاينرز بيأثروا في المستخدمين وبيخلوهم ياخدوا فعل ناحيه المنتج؟ دكتور فاج من جامعه ستانفورد بيقول على 3 مكونات لازم تستخدمهم عشان تخلق اي سلوك. اول حاجه الموتيفيشن، ان اليوزر يكون عنده حافز كفايه ان هو يستخدم منتجك. تاني حاجه الابيليتي، ان اليوزر عنده القدره ان هو يستخدم منتجك. تالت حاجه هسيبك تفكر فيها، التريجر عشان يشغل الاكشن. فوق بيقولك ان الثلاثه لازم يكونوا موجودين، وغياب اي واحده فيهم مش هيخلق السلوك. تخيل ان انت بتتمشى وتليفونك رن، هنا بقى في تريجر بس انت ما ردتش ليه؟
عشان تليفونك في اخر شنطه الظهر ورا، وممكن يكون الموبايل في جيبك بس انت ما ردتش عشان لقيت اللي بيرن حد انت مش عايز ترد عليه، فهنا مفيش موتيفيشن فانت ما ردتش. وممكن يبقى في موتيفيشن ان انت مستني مكالمه مهمه وعندك ابيليتي ان انت ترد، تليفونك في جيبك بس للاسف التليفون كان صامت، فهنا مفيش تريجر فانت ما ردتش او ما خدتش اكشن. فعشان تتحكم في سلوك اليوزرز لازم يبقى عندك الثلاث مكونات دول: الموتيفيشن، الابيليتي، التريجر. دلوقتي انا خليت العميل يستخدم البرودكت بتاعي، بس ايه اللي يخليه يستخدمه تاني ما يجربوش مره وخلاص؟ هنا بقى بيجي دور الخطوه الثالثه من الهوك موديل وهي الفاليبل ريورد. استنى الجزء الثاني، وده كان بريف في رغيف للجزء الاول من كتاب هوكت. خليني افكرك، لو مهتم تعرف ترشيحات كتب اكتر وايه الكتب اللي بنحضرها بريف من قبل ما تنزل، خش على الانستجرام هتلاقي لينك في الكومنتس، خد لك بصه.